يقوضون أكبر وأخطر مشروع على أمة الإسلام، مشروع الصفوية الكبرى لقتل كل الموحدين، ليس قتلهم مما يريدون فعله في أمة التوحيد والإسلام. والله أيها المسلمون، إن في قلوبهم لحقد وحنق على الإسلام والتوحيد لو وزع على أهل الأرض لكفاهم. إن ما فعله الصهاينة من قتل المسلمين في فلسطين وتشريد لأهلها لا يأتي عشر معشار ما سيفعله الصفويون في أهل التوحيد. المؤامرة كانت أخطر مؤامرة على مر التاريخ، مؤامرة تعقد في قم ويتداولها سادة وكبراء في طهران للقضاء على أمة الإسلام وهدم الكعبة حجرا حجرا. كشف المؤامرة بعض ذيولهم الهاربين وبعض من فروا إلى لندن، فكشفوا المؤامرة الكبرى في إنشاء مملكة عظيمة اسمها البحرين الكبرى، والقضاء على الموحدين كلهم وقتل من يقتلون في الحرم، بل تزعم رواياتهم وبروتوكولات سادتهم في طهران واليوم وللأسف في بلاد العباسيين في بغداد، وكانوا يطلقونها في بعض الأحزاب تسمى المقاومة في لبنان، وكان أذنابهم في الخليج يصرحون بأننا سنقتل في الحرم لوحده 100,000 في الحرم بنفسه، وسيقتل إمام الحرم، وسنذبح من نذبح، وستسيل الدماء، وظنوا أن الساعة قد حانت. بلاد المسلمين الموحدين بدأت تدفع الأموال وتعقد المؤامرات ليحول التوحيد فيها إلى الشرك. فها هي القبور تعبد، وها هي المزارات تبنى، وها هي القوافل في ال10 سنين الماضية تغادر طائرة بعد أخرى من الكويت ومن البحرين ومن الشرقية ومن بعض البلاد طائرات كاملة كلها لعقد مزارات ودفع النذور وتحويل بلاد التوحيد إلى بلاد شرك وكفر بالله جل وعلا. أرادوها كذلك.